فلا يوجد مشكلة في ذلك. إذا قلت لي مثلا على بقول اللبس، الميك اب. انا بقول الميك اب، ما قلتش شعرك ولا اي شيء. انا إيش بتكلم عن الميك الزيادة؟ اب. إيش الزيادة اللي أنا وضعتها؟ شوية كحل، لا، ماسكارا واي شادو، إيش فيها؟ لا، تشبه بالنساء. إيش التشبه بالنساء في اللبس؟ انت مش حاطط ميك اب. طيب إيش رأيك إني أجيب لك يعني مثلا باللبس؟ باللبس حلو. إذا أنا لبست مثلا حتشبه بالنساء، صح؟ اه، اللبس والميك اب. طيب إذا أثبتت لك الآن من حديث صحيح من البخاري أن الرسول لبس لبس عائشة، هل هو تشبه هنا؟ غير صحيح. لا، صحيح، وتحدي مني. غير صحيح بالمره. على 10 أسود، إيه رأيك؟ غير صحيح. إيه غير رأيك؟ صحيح على طبعا. 10 أسود، إيه رأيك يا حق؟ غير صحيح. صحيح، وفي بخاري وفي مسلم. طب قول كده الحديث. ممتاز، أنا وأنت نسمع. تمام، أنا وأنت نسمع. طب قول. وحتى لو حاب إنك ترى قل لي، وريني إياه يا داني وأنا معك. طب قول. أبشر يا سيدي الكل، أبشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. دقيقة فقط، مع الأسف. نعم. طيب، الحديث يقول يا سيدي الكريم أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمرا رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى حاجته إليه ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي ثيابك عليك. فقضيت حاجتي إليه ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما لم تفزع يعني، ليش ما قمت لأبي بكر وعمر كما قمت شو اسمه لل شو اسمه شو اسمه لعثمان. فقال إن عثمان رجل حيي وأني خشيت أن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغني حاجته. الراوي عائشة وعثمان، المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة والرقم 2402. خلاصة حكم المحدث صحيح، وإسناده صحيح، متنه صحيح. طب انت بتشتغل ايه؟ بودجارد، يعني ايه بودي جارد؟ حارس شخصي. انت بتحرس نعم. شخصيات يعني؟ نعم. قوي البنيان، جسمك عضلي لا مش عذري، لكن كنت شغال أساسا بسلك يعني، في سلك مكان ما، وبعد كذا خذيت دورات كثيرة وعادي شغال. طولي 183 والأمور اقف تمام. كده. اقف كده لو سمحت لا وريني. حبيبي، أوقف وشو؟ أنا ناوي ألعب جولة وبعد كذا خلاص حنتهي. لي لا، 9 لا، لا، ساعات. احنا بنتناقش. ثواني بس، احنا بنتناقش. ما دام حلو، أنا انت بقول لك مش عاوز أقوم. ما أنا بقول لك مش عاوز أقوم. ليه؟ ايه السبب؟ إيه السبب ليا بالضبط؟ 9 ساعات عمال ببس، تعبان خلاص. لا، قوم انتهيت. قوم 3 ثواني واقعد تاني. لا يا سيدي، لا يا سيدي. طيب ايه رأيك كده؟ حلو، دامك سألتين انت دوري اسألك. هل لقيت المرة اللي انت بتتمناها او الزوجة اللي انت بتتمناها؟ معلش اعرف انكم. الاول بس نمسكه حاجه حاجه. الميك اب اللي انت حاطه ليه لا، بتشتغل؟ انت سألت جاوبتك، دوري انا. اولا 3 وردات، انت 3 وردات، ثلاث اولا وردات، 3 وردات، وردتين، ما هو وردتين. انت ما جاوبتش. لا، جاوبت انه هذا حاجة شخصية فيني انا، يعني انا اللي حاطه لنفسي. لا، مش حاجه شخصيه. انت بتعلنها على الملأ. ما انت برضو يعني دلوقتي انت كنت بتبحث عن زوجة ليك حلوين، واعلنتها على الملأ.
ولما حد بيسألك بتقول له بلاش تتدخل بالحاجة اللي انت مالكش فيها. ايوه، ده ماله من الميك اب اللي انت حاطه اللي بتتشبه بالنساء؟ اما انا اثبتت لك ان الرسول تشبه في النساء، ايه رايك كده؟ غير صحيح. مين انت عشان تقول صحيح ولا مش صحيح؟ مين؟ غير صحيح والله. واذا طلع الحديث صحيح؟ دبل 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 دبل. اخر جوله اخر جوله اخر جوله اخر جوله، خلاص اخر جوله، ودوا الملعب يا جماعه، اخر جوله اخر جوله. طب بتحط الميك اب على العين بس ولا في حاجه تانية؟ بتعمل ايه يعني ميك اب تاني؟ لا ممكن احطه على وجهي كامل، لكن للحين ما جاوبتني يا سيدي. هل لقيت المدام او الآنسة؟ ايه الحكمه من كده يعني؟ ايه الحكمه من كده؟ الحكمة من كذا ان انا شكلي عاجبني كذا. بس الميك اب مصنوع للنساء مش للرجال. ما برضو الرسول وضع الكحل والرسول لبس مرطى عائشة. المكياج صنع للنساء مش للرجال. استاذي لو كان الرسول عائش الى الان، من وين سوف ياخذ الحكم حقه؟ هو لو ايه؟ لو كان الرسول عائش بيننا لحد الان، من اين سوف ياخذ الكحل الذي معه؟ من سيفورا صح؟ من مكان حق سيفورا، لم يذهب أيوة. ليأخذه من عطار. الكحل للرجال، الكحل للرجال. يا راجل اه والله مش للنساء. قول الكحل اتعمل للرجال. قول والله 3 مرات، قول والله. اي والله العظيم الكحل للرجال وليس للنساء. احلف 3 مرات وحصدقك. والله العظيم الكحل صنع للرجال مش للنساء. الثالثة؟ من غير حلفان خلاص، لا الكحل للرجال. اتفقنا، لأن 3 حلف في إمام معصم. لكن الميك اب للنساء. احلف الثالثة، احلف الثالثة يا راجل. هو الرجل ليس محتاج لمكياج لأن هو جميل رباني. أما الأنثى الله أكبر، الله أكبر، يعني النساء قبيحات؟ مهما أتت المرأة من جمال فهو الرجل جميل بطبيعته، فالأنثى محتاجة المكياج عشان يزودها جمال. هو الرجل جميل بطبيعته. والله أكبر يا سيدي. المرأة حينما تضع الميك اب فقط لزينتها هي ومزاجها هي، حلو؟ مش كويس. لأن الرجال، حلو، أقاموا على معايير جدا لعينة على هذه المرأة المسكينة، حلو، بأن تكون حجمها كذا، وأن يكون لبسها كذا، وأن يكون لا الرجل أجمل من الست أصلا بطبيعته. الست اللي محتاجة مكياج عشان تبقى جميلة زي الراجل. يا لهوتي الراجل جميل. يا لهوتي. استاذي روح. ايوه، امال هم صنعوا المكياج لمين؟ امال صنعوا المكياج للانثى. الراجل حاطط مكياج عادي يعني. طب حطوا ليه المكياج؟ يعني ايه السبب فيه يعني ايه السبب؟ طب يا داعم الفراعين، هو ده يترد عليه يا داعم الفراعين؟ يعني هو ده هيترد عليه يا داعم الفراعين؟ يعني انت بعقلك يا غالي ده هيترد عليه؟ لا يا حبيبي ما يتردش عليه يعني يا داعم الفراعين. ده انا لو رديت عليه يبقى عملت للكلام نفسه قيمة. يعني يا داعم الفراعين لازم يعني في اشياء ما ينفعش الواحد يرد عليها، يعني عيب. ده انا لو رديت عليه تبقى مشكلة.